في الفيديو ده هقولك على شوية علامات تخليك إنسان صلب وما تخليش حد يعرف يتلاعب بيك بكل سهولة. أول حاجة حبيت أبدأ بيها وهي إنك ما تتكلمش كتير. بص، أنت مش مطلوب منك تبقى قرد في سيرك وتقعد تتكلم عن نفسك وعن مهاراتك وإنجازاتك وتضحك الناس وتعمل. أنت مش مطلوب منك كل ده، لأن اللي بيتكلم عن نفسه كتير بيبقى سهل جدا إن الناس تخترقه، أو بمعنى أصح ثغراته كتير. تمام. الراجل الصامت اللي ما بيتكلمش الا للضروره، او لو بتتكلم مع حد في موضوع اتكلم على قد الموضوع بالظبط، مثلا الحاجه دي بتتناقش فيها وعرفتها ازاي وليه وخلاص. انما ما تقعدش بقى تحكي قصه حياتك، واصل انا عملت كده عشان كده، واصل مش كل ده هيقلب عليك بضرر، لان الناس ساعتها هتبقى كشفاك. انما لما ما تتكلمش كتير، ساعتها الناس هتفضل تخمن، طب هو بيفكر في ايه، طب ايه اللي وصله لكده، طب ساعتها مش هيعرفوا لك حاجه ثابته يمسكوك منها. زي نقطه الضعف كده، انت لما بتتكلم كتير بيعرفوا نقطه ضعفك نقطه قوتك، ممكن يشوفوا نقطه قوتك ايه ويلعبوا عليها عادي. ما تنساش ان في ناس هتزيف لك حاجات، في ناس هتشوفك بتحب الحاجه دي هيلعبوا عليها، بتكره الحاجه دي هيلعبوا عليها برضو. تاني حاجه انك تقول انا كنت اقصد كده. لما واحد يقول لك يعني انت تقصد، قول له اقصد كده. حتى لو هو الف حاجه من دماغه، قول له اقصد كده، عايز ايه انت يعني. ساعتها الناس هتحترمك غصب عنها مش بمزاجها، لان في ناس بتختبرك في الحاجات دي. انت مثلا تقول حاجه يقول لك يعني انت تقصد كده، اقول لك على حاجه لا انا ما اقصدش كده بس اعتبرني اقصد كده، انت عايز ايه يعني. تقدر تقول ان ده كان اختبار. الناس بتتعمد ان هي تعمل معاك كده، تقول لك انت تقصد كده يعني انت قصدك ايه. ما تبررش يا باشا، قول له انا اقصد اللي انت فهمته، عايز ايه انت يعني. تالت حاجة انك ما تهتمش باي حاجة تتقالك او اي حاجة عموما. تمام. انت دلوقتي قاعد مع حد رمالك كلمة، ما تركزش معاه، لانك انت لو ركزت معاه هيدخلك جوه اطاره بكل سهولة. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه بيستفزك، بيلعب على عواطفك، كل حاجة تتخيلها هتحصل معاك. انما انا هحاول استفزك، ما تجيش معايا سكة، انا هنا مش عارف العب بيك، فاهم؟ فحاول على قد ما تقدر ما تديش اهتمام بكل جمله بتتقالك. اي حد يرمي لك كلمه حتى لو قاصد، ما تركزش معاه. انت ممكن ترميها له بنفس الطريقه، ممكن تمسكه تغسله مثلا في مره، انما كل مره هيقول لك جمله تقول له انت تقصد ايه، لا انت مش تقصد ايه، يستفزك. فانت هنا محتاج تراجع نفسك. رابع حاجه ودي ليها علاقه باللي فاتت، انك تتحكم في افعالك. مش كل حاجه تودي وتجيب فيها، مش كل جمله تتقالك تاخدها على محمل الجد. في حاجه اسمها اختبارات او الشيت تيست زي ما بتقولوا. ايه فكرتها؟ ان هو اللي بني ادم اللي قدامك بيحاول يستفزك، بيحاول يضايقك، بيحاول يشوفك هتعمل ايه. لازم تبقى واخد بالك من الحاجات دي، ما تتفاعلش مع اي جمله بتتقالك. طبعا لو حد قل منك ده قصه تانية، تمام. انما واحد يحاول يرمي لك كلمه من تحت لتحت، يا تردها له من تحت لتحت تفهمه انك فاهمه، يا ما تردش عليه اساسا، وهو في الحاله دي هيحاول يستفزك تاني، هيحاول يرمي لك كلمه تاني. ساعتها انت هنا تمسكه في الوقت المناسب وتديله الكلام الصح. والاحسن طبعا ان انت تبعد عن الناس دي، لان هيحاول يستفزك مره واتنين وتلاته وانت مش فاضي للكلام ده. تمام. لانك انت لو فعلا وديت معاه ودخلت جوه اطاره ده، اول حاجه انا اقدر اقول لك عليها ان انت لا عندك استقرار ولا ثقه في نفسك ولا اي حاجه. رابع حاجه انك ما تبقاش كتاب مفتوح. بص، انا ما بقولكش ما تتكلمش، اتكلم واحكي، واحكي موقف حصل لك، وقول مثلا انا اتعلمت الحاجه دي من كده، ايه اللي خلاني افكر فيها، عادي جدا. بس ما تحكيش تفاصيل، ما تحكيش حاجات تخلي اللي قدامك يستغلك منها. شفت انا في الاول قلت لك ايه؟ ما تتكلمش عن نفسك كتير، لان هنا هتبقى يعني مش كتاب مفتوح، انت حرفيا ثغرة لاي حد. واي حد بيعرف يتلاعب بس يعني عنده فكرة عن التلاعب، هيخليك خاتم لا مؤاخذة في صباعه. الناس عموما ما بتخافش غير من الشخص اللي هم مش فاهمينه 100% ولا عارفينه 100%. سيبهم هم يخمنوا انت تقصد ايه، انت عرفت الحاجة دي منين، انت ناوي تعمل ايه قدام. هنا هم لما يفكروا فيك كتير، ده هيعلقهم هم بيك، هم اللي هيدخلوا جوه اطارك، وده مش بمزاجهم. سادس حاجة ودي ممكن تكون الأخيرة، إنك لازم تبدأ يومك بالمهام الصغيرة. أنا عارف إن دي مش كل الناس هتتفق معايا فيها، بس عارف أنت اللي هو إيه، تصحى من النوم ترتب سريرك، تاخد دش مثلا. أنا مثلا ناوي الفترة الجاية أجيب زرع صغير كده عندي مثلا، ويعني بحيث إن أنا أسقيه مثلا، يعني إيه، يبقى عندي التزامات. حتى لو هي تبان لك خفيفة عادي، بس انت لما تعمل ده انت كده بتعود نفسك على انك لازم تتمم انجازات. على قد ما انت ممكن تشوف الحاجة دي تافهة، بس انت هنا بتجبر نفسك انك
يبقى عندك التزام تجاه حاجة معينة حتى لو الحاجة دي سهلة. طبعا مرة مع مرة مع مرة طبعا الدنيا بتظبط معاك وبتروح للي بعد كده. غير كده هي بتحسسك انك انجزت حاجة والكلام ده. ولو ان انا كأحمد مصطفى ما بحبش الطرق دي قوي، بس في ناس بتستجيب للطريقة دي عادي. الحاجة اللي تعرف تخليك تلتزم اعملها، حتى لو حد قالك ايه، قول لنفسك انا جامد. لو انت شايف ان ده هيخليك تلتزم بحاجة اعملها. سابع حاجة انك ما تبدأش بليفل بعيد قوي. انت عارف حدودك، انت عارف امكانياتك ايه دلوقتي وابدأ بيها. ما ينفعش تبقى رايح الجيم مالكش شهر وتقول انا عايز العب بنش بريس ب 40 كيلو. يعني خليك منطقي، عشان ده اللي بيضرك، ده اللي بيخلي ناس كتير توقف. انت شايف في خلال سنة هتبقى ايه، اعمل اللي انت شايفه منطقي. انا مثلا عايز اخلص الكتاب ده، الكتاب ده مثلا 500 صفحة. الكتاب ده سهل ممكن اخلصه في اسبوعين. الكتاب صعب، انا عارف قدراتي وعارف وقتي هخلصه في شهر، في شهرين وهكذا. الكتاب ده نظرية، فانا عارف ان هي هتاخد مني سنة. فاهم؟ حط لنفسك اهداف واقعيه، ما تقولش انا هخلصه انا جامد. هو بص مفيش اجمد من الثقه وكل حاجه، بس بلاش تافور قوي زياده عن اللزوم عشان الموضوع ما يقلبش ضدك. انا الاستراتيجيه دي بحبها قوي، انك انت من الاخر بتبقى عارف حدودك وبتديها زيها او اعلى منها بحاجه بسيطه. انما مش طبيعي تبقى مثلا امكانياتك واحد تديها مثلا ليفل 7. تمام؟ انت اللي هتتضر في الاخر. وعلى فكره بسبب ظروف حياتي في حاجات معينة ما بعرفش اعمل حاجات سهلة، يعني ما بعرفش اتمرن كويس. ما عنديش رفاهية ان انا اتمرن كل يوم زي الاول، بتمرن مثلا يوم ويوم وكده، بس ده لاهداف معينة. هل من المنطق ان انا اتمرن يومين ثلاثة زي ما هتمرن 5؟ هل لما اتمرن وانا مظبط اكلي زي ما انا مش مظبط اكلي؟ هو انا هاخد نتيجة مش هقول لا، بس هل هتبقى زي الاول؟ استحالة. وده منطق انا حاطه لنفسي، انك ما تحطش اهداف غير واقعية عشان انت اللي ما تحبطش، لان الموضوع هيجي على دماغك. لو انت امكانياتك حلوة هيجي الموضوع على سكتك. طب لو طلع بنسبة كبيرة، وده اللي في الغالب هيحصل، ان امكانياتك ما تستحملش ده، ايه اللي هيحصل؟ هتوقف على طول. فهمت؟ فانت ما تضرش نفسك، وابدأ واحدة واحدة، والعادات الصغيرة بتجيب الكبيرة، وبالتدريج مخك بيتوسع وكده. انا في معلومات عايز اقولها بس مش هقولها دلوقتي، لان انا عارف الناس بنسبة كبيرة مش هتتقبلها، لكن لما يبقى عنده قاعدة جماهيرية في المستقبل كمان سنة سنتين ثلاثة الناس هتتقبلها. فانا سايبها للوقت المناسب في ليفل معين. وفي الفيديوهات الجاية هتكلم في الحاجات دي كتير، عشان ايه؟ لقيت نفسي فيها وحابب المحتوى ده بصراحة.